الولد ضميره زهق من الأرض وشغلها. قال له مش هلاقي شغل كويس هنا، يبقى ادور بره. مش بره مصر لأ، الراجل ناوي بره الكوكب نفسه. اسأل الكون يجاوبك آريا. وبالفعل لقى إعلان عن وظيفة في كوكب عطارد وقال لك يلا بينا نجرب. مضاميده حجز أول مكوك افتراضي رايح عطارد، مع إن مفيش أصلا مكوك لحد دلوقتي قدر يوصل هناك. بس الراجل متفائل، قرر يركب المركبة الأسرع اللي اخترعها الإنسان لحد النهاردة، باركر سولاب بروب. سرعتها حوالي 690 ألف كيلومتر في الساعة، حاجة بسيطة يعني. بس المسافة بين الأرض وعطارد 77 مليون كيلومتر، برضك حاجة بسيطة. يعني لو حسبناها كده المفروض الرحلة تاخد حوالي 110 ساعة، بس ده لو المركبة ماشية دايركت بأقصى سرعة ومن غير تظبيط أي حاجة. إنما في الحقيقة الموضوع أعقد شوية، لازم تحافظ على المدار والمسارات كلها محسوبة بالدقيقة. يعني الرحلة هتطول حوالي كده 6 شهور. المهم مضاميدو شد الحزام وقال لك ماشي يا عطارد، جاي لك. 6 شهور في الفضاء مفيش غير صمت، ظلمة، وعلب فول معلبة. أخيرا الراجل وصل بالليل ونزل بالسلامة. أول حاجة لاحظها إن جسمه بقى خفيف بشكل غريب، كرشه اللي كان عامل زي الكومودينو فجأة بقى ريشة. ليه؟ لأن جاذبية عطارد حوالي 38% من جاذبية الأرض. يعني لو نط نطة محترمة ممكن يطلع لفوق ما يرجعش، بس البدلة مصممة خصوص عشان تمسكه في الأرض. وبعدين استغرب، مفيش صوت، هدوء تام، لا نفس لا همهمة ولا حتى صوت خطواته. ليه؟ عشان مفيش هوا في عطارد بينقل الصوت. عطارد يا باشا ملوش شغل في جو حقيقي، فالصوت هناك بيموت في لحظتها. الولا قالك يلا ننام ونصحى الصبح نشوف الشغل. الراجل نام ومفيش صبح. مش لأنه مات لأ، ما تخافش، اليوم هناك طويل جدا. يوم عطارد بيساوي 173 يوم على الأرض، انت متخيل الرقم؟ والسنة هناك 59 يوم أرضي. يعني عشان يوم واحد بيعدي 3 سنين على كوكب عطارد، انت فاهم الدنيا ماشية ازاي هناك. المهم بعد ما استوعب الصدمة ركب المكنة البطة في كوبر وحواريها. وهو ماشي في كوبر وطرقات عطارد شاف حاجة نازلة من السما زي الصاروخ. ايه ده؟ نيزك. بس ابننا محترف سواقة خد غرزة شمال في يمين وعدها بسلام، وعمل دريفت يشرف أي جيمر. بس الحكاية ما خلصتش، شوية تراب دخلوا من فتحة في البلة كانت مسربة، دخلوا على عينه على طول. اضطر يقف ويشوف التركيبة بتاعة التراب ده. طلع اسمه الريغولز، مزيج من صخور بازلتية محترقة من النيازك وشظايا معادن وكبريت وبوتاسيوم. وهو ماشي يتأمل الجبال والفواهات والبراكين القديمة، فجأة الأرض اتفتحت تحته، وقع في فوقها نيزك الطريقة حوالي كيلومتر ونص. بص تحتيه كده لقى الصخور لونها مختلف شوية. قعد يفكر 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 دي ايه، يكتشف انها من الوشاح، الطبقة اللي بين القشرة والنواة. الوشاح هناك معمول من السلكيات، بس مضاميده دماغه راحت بعيد وقالك طب لو حفرت أكتر؟ قعد يحفر 40 كيلومتر تحت الأرض، وفعلا لقى سائل منصهر طلع منه قطعة وجمدها، طلعت حديد خالص. فرح واتصل بالأرض ويقول لهم، يا جماعة، أنا عملت اكتشاف جديد. بس ناسا ردت عليه، يا عم احنا عارفين من زمان إن نواة عطارد 70% منها حديد، وبتاخد 85% من نص قطر الكوكب. مضاميده اتصدم وقال يعني أنا كنت بحفر على الفاضي. تعب وقرر يرتاح. قالك هفك الخوذة شوية وأشرب مية. وقبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم اتجمد في لحظته، الدم في عروقه بقى تلج. طب ليه؟ عشان في الليل درجة الحرارة هناك بتنزل ل176 درجة تحت الصفر، ولو كان الصبح كان دمه بقى بخار، لأن الحرارة ساعتها بتوصل ل450 درجة مئوية.
وكمان مفيش ضغط جوي، فالشرايين بتنفجر أول ما تتفتح على الفراغ. وبكده كانت نهاية الولد مضاميدو مأساوية للأسف. بس عارف ايه؟ قصة مضاميدو لسه مخلصتش. الرحلة اللي جاية على الزهرة خليك منتظر. المهم، ما تنساش تسيب لايك وتتابع عشان تعرف الحكاية اللي بعدها، واسأل الكون. يجاوبك أوريون، والمصادر تحت.